نماذج صاحبك اللي بتقعد تشتكي له همومك. الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل معاه الايام دي، الواحد مش عارف. انا بجد مخنوق قوي، خنقه غير طبيعيه يعني. الواحد مش عارف فيه ايه. ما اكلم صاحبي كده اجيبه نقعد نفضفض مع بعض شويه كده، يمكن نخرج من الجو الكآبة اللي احنا فيه ده. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ انا مخنوق قوي، انا مخنوق. بص من غير كلام كتير، انا عايزك تجيلي دلوقتي بسرعه في اسرع وقت عشان انا مخنوق قوي. تعالى، سلام. سيح يا حبيبي، مالك في ايه؟ ايه اللي خانقك بس يا حبيبي؟ فضفض معايا، انا صاحبك واخوك. قول لي ايه اللي مضايقك؟ انا مخنوق يا ميحة، والدنيا جايه عليا قوي يا ميحة. مش عارف اهدى ومش عارف ارتاح يا ميحة. انا حاسس بكآبة يا ميحة. انت تعرف يا سيحة، انا مخنوق اكتر منك ومتضايق اكتر منك، والدنيا جايه عليا اكتر منك يا سيحة. انا تعبان يا ميحة، تعبان وحاسس اني مفيش طاقه يا ميحة. مش قادر اعمل اي حاجه خالص. انا مش عارف في ايه. انا برضو تعبان يا سيحة، تعبان واكتر منك كمان، وحاسس برضو ان انا طاقتي كلها خلصانه على الاخر، مش قادر اعمل اي حاجه برضو. هو في ايه يا عم؟ هو انا جايبك عشان تقول لي كل حاجه اكتر منك؟ هو انا جايبك تريحني ولا جايبك تشكي لي مشاكلك؟ هو في ايه؟ انت بتديني بالقلم يا سيحة؟ ده جزاتي ان انا جاي اهون عليك شويه، ده جزاتي ان انا جاي اساعدك تخرج من الكآبه اللي انت فيها. طب خليك عايش في كآبتك يا سيحة، انا مش هزعلك. انا تعبانه يا ميحة، اعذرني يا ميحة. صاحبك متضايق وتعبان يا اخي. اول مره اكون متضايق بالشكل ده يا ميحة. يا اسطى، هو انت مش لسه متغدي كباب النهارده؟ ايه بقى متضايق من ايه؟ ايه الافوره اللي انت عاملها لنا دي؟ مش واكل كباب النهارده في البيت؟ عايز ايه تاني؟ يا اسطى هو انت ليه محسسني ان انا قاعد مع ابويا؟ يا عم ما تخنقنيش بقى. سيحة، دي تاني مرة تمد ايدك عليا وانا ساكت طبقا للظرف اللي انت فيه. بس بقول لك ايه، لقيت لك حل ابن لذين قوي. في واحد على اخر الشارع ده بيبيع جوز مشويات جامد قوي، تعالى نجيب من عنده ربع طرب على ربع كفته على ربع فراخ، انت فاهم، ونشبرق على نفسنا وعيش يا عم، وعلى الدنيا الصوانقطيه يا زميلي. يا اسطى هو انت ليه محسسني ان انا قاعد جنب الشاعر احمد شوقي طبقا للظرف اللي انت فيه؟ ايه يا عم في ايه؟ احنا اصحاب يالا، كلم عادي يالا. هو انت امك ما جابتكش باعضاء غير معدتك؟ انت على طول بتاكل، ويا ريت باين على اهلك مفيش حاجه محوقه فيك. بتاكل تاكل 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 ومفيش حاجه محوقه في اهلك. مش عايز اكل. وهيبان عليا ازاي يا زميلي طول ما عين امك دي مركزه معايا ودايما بتبص انا باكل ايه وما باكلش ايه؟ ما انا بقول كل يوم بطني بتوجعني مش من فراغ. عتاري عين اهلك اللي راشقه في حياتي دي. المهم قول لي انت ايه يرضيك وانا اعمله لك. انا زعلان يا ميحة، زعلان ومتضايق قوي. تخيل المزرعه بتاعتي اتحرقت يا ميحة. انا زعلان. المزرعه بتاعتي فيها ملايين يا ميحة واتحرقت امبارح. زعلان. ايه؟ مزرعتك اتحرقت؟ انت بتهزر؟ هو انت ثواني، مزرعه ايه اللي اتحرقت؟ هو انت معاك مزارع؟ المزرعه السعيده يا ميحة. زعلان متضايق قوي. امبارح كنت مشغل النت وعمال العب وزع على المزرعه بتاعتي واخسر المزارع اللي طلعت. انت عمال تتحرق يا ميحة امبارح. انا فيها كتير قوي يا ميحة، زعلان قوي. المزرعه السعيده؟ تصدق انك تافه وانا غلطان واتفه منك ان انا قاعد اسمع مشاكلك التافهه دي؟ ولا ما تكلمنيش تاني، امسح رقمي وانسى انك عرفتني اساسا، انا ماشي. استنى بس يا ميحة، ما يبقاش خلقك لمناخيرك يا اخي. انا بهزر معاك، اقعد اتنيل. قعدة الصحاب على القهوه لما تحب تعملي مشروع. انا كنت عايز اعمل مشروع وهو ده اللي انا كنت جايبك عشانه. عايزين نعمل مشروع. يا ياض يا سيحة، انت جيت لي من السما. انا برضو كنت بفكر اعمل مشروع. عارف المشروع المربح الايام دي ايه يا سيحة؟ ايه هو فكرة المشروع؟ قول لي. بص، مشروع الكتاكيت. نجيب كتاكيت كتير كده، الكتاكيت دي تتزاوج وتجيب كتاكيت تانية ونبيع بقى ونبيع وتبقى فراخ بقى وبتاع مزرعة ونكبر ونعمل بص الموضوع مربح قوي. طب وليه نكلف نفسنا يا حبيبي؟ ما انت موجود اهو. خش بص الحته اللي في الجنب دي، خش مع نفسك هات كتاكيت وانا هبيع. اهم حاجه بس انت ايه، خد وقتك يعني، ما تخافش، انا ممكن اصبر عليك عادي جدا يعني، فما تقلقش من اي حاجه خالص. هو انت جايبني اقعد معاك علشان تتريق عليا يا ظريف يا ابن ظريفه؟ انا ماشي يا عم. خد بقى وفكك من شغل القمص بتاع البنات ده. عامل زي كاني قاعد مع واحده صاحبتي كل شويه انا ماشيه
انا زعلانه، انا متنيله، انا متزفته، انا مش عارف ايه يا اخي؟ هو انت بتتعامل زي البنات ليه كده قموصه؟ صح اقعد يا صاحبك المحوراتي. مين يا حبيبي؟ بقالي كتير قوي ما بشوفكش، ما تقولي كده اخبارك وقولي دنيتك، يعني بقالك كتير قوي مختفي عن الساحه، فقول لي يا حبيبي كده اخبارك بقى في الفتره اللي فاتت دي كلها ما شفتكش، يعني قول لي بقى كنت بتعمل ايه؟ يا سيدي انا مش عارف ابدا لك بايه ولا بايه. انا عايز اقول لك انا كنت في حرب حرفيا. يعني انا في الشغل كانوا واخدين كل وقتي 24 ساعه في ال 24 ساعه. خلصت الشغل رحت ان انا اشارك في بطوله كاس العالم لكره الشباب، رحت ولعبت كوره خدت مركز اول باكتساح يا سيحه، بارك لصاحبك بقى. بعد كده قالوا لي تعالى ان انت هتعمل برزنتيشن قوي جدا في الشغل بتاعنا في مؤتمر كبير جدا. فرحت هناك وقمت بقى ايه قدمت برزنتيشن عظيم جدا جدا جدا، واخدت طبعا مبلغ وقدره كمكافأة بتاع حوالي 20 30 الف جنيه. كفايه كده؟ لا مش كفايه طبعا. رحت بقى ايه وانا جاي لك بقى قامت حصل ايه جم حاجه على الطريق كده، وانا جاي لك بقى اتصل بيا واحد قال لي بقول لك ايه انا في فكره بيزنس عايزك تيجي تظبط لي الفكره بتاعته وتعملها لي في عرض تقديمي ممتاز. المهم قلت له انا جاي لك على طول. بعد كده قمت رايح له وراني البرزنتيشن قلت له على فكره اللي انت عامله ده كله غلط، انا بقى هقول لك على حاجه صح. ومسكت الدنيا بتاعته ومن الالف للياء ظبطتها له كلها وقلت له بص علشان انت صاحبي وحبيبي انا مش هغلي عليك، اللي هيطلع منك انا هاخده. طيب اكتفيت بكده؟ طبعا كنت مشغول قوي 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 يا ميحا. جات لي سفريه في الامارات قمت طالع جاري على طول. قالوا لي ان احنا عايزينك انت تيجي تقابل فوق سياحي تتكلم معاهم بانك انت عندك لغات ممتازه والانجليش بتاعك فيري 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 دونكي، انت فاهمني؟ فقلت لهم انا طبعا انا دونكي جدا في الانجليزي. قلت لهم يعني بصوا ما حدش هيبقى دونكي زيي خالص يعني. وقمت رايح عمال تبص مع الفوج السياحي، فضلت بالظبط يجي بتاع يومين يومين بالظبط. رحت وعرفتهم على كل الاماكن هناك ووريتهم قد ايه الاماكن جميله وحلوه وممتازه. خلصنا الامارات جاي راجع على مصر كلمني واحد في امريكا قال لي تعالى عشان انا عايزك ضروري جدا في فكره البيزنس بتاعنا وعندنا مؤتمر واجتماع مهم جدا عايزينك تشارك فيه. قلت له خلاص انا جاي لك على طول. بص ما ارتحتش اخدت نفسي من الامارات على طول على امريكا جري. رحت هناك وصلت يا دوبك بص قلت له تعالى بقى ايه احنا نخش مطعم كبير جدا 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 في امريكا ناكل كل اللي احنا محتاجينه علشان نقدر نبقى في قمه تركيزنا وفي قمه اللي هو التفكير بتاعنا يكون شغال. رحنا دخلنا مطعم مهم جدا وكبير جدا جدا. الناس هناك ابتدوا يرحبوا بيا قوي 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 قوي، كانوا ناقص يشيلوني من على الارض شيل. انا ما كنتش عارف اقول ايه، الناس بجد ابهروني في الاستقبال بتاعهم. يا لهوي انا ما كنتش متخيل قد ايه الناس دي جميله كده. بعد كده لما رحنا هناك قعدت مع صاحبي ده دخلنا شركه فخمه قوي 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 من اكبر الشركات الموجوده هناك في نيويورك. قعدنا فيها قعدنا بتاع 8 9 ساعات كده، قعدنا 9 ساعات بالظبط. المهم انا قاعد عمال اتكلم وكله منبهر عمال يبص لي كده ويقول لي ما شاء الله عليك. قالوا لك ما شاء الله؟ هما بيتكلموا عربي؟ فاهم كده؟ انت دارس فين؟ انت ايه الكورسات اللي انت اخدتها؟ احنا بجد مش قادرين نجيب مستواك. قلت لهم طبعا انا جاي هنا اكسب ثواب واعلمكم ولازم تستفيدوا مني على قد ما تقدروا لان انا مش فاضي علشان اقدر اجيب كداب ونساي. وخلصت من هنا بقى جيت روحت البيت نمت بقى عشان كنت تعبان قوي. وبعد كده قمت جاي لك يا سيحه. شفت بقى انا مفضي نفسي ومتعطل عن حاجات قد ايه علشان خاطر بس اجي اقعد معاك شويتين. ابقى اغطيها وانت نايم، ابقى اغطيها وانت نايم عشان الموضوع ده هو منك قوي. صاحبك اللي فاكر نفسه جامد جدا. مين اخويا المرتبط؟ اخبارك يا حبيبي؟ وحشني جدا 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 جدا. ايه يا عم هو الناس كلها لما بترتبط كده بيتخطفوا من صحابهم ولا ايه؟ ما نلاقي احبابه وناس اصحابه. طب افتكرني، طب رد عليا، طب اديني مكالمه يا اخي. المهم طمني عليك كده وقول لي اخبار الارتباط ايه؟ حلوه؟ سيحه اخويا وصاحبي وحبيبي عامل ايه؟ صدق انك وحشني جدا جدا جدا. يا اخي على الارتباط ده انا عايز اقول لك على حاجه. ده كل شويه يا ميحا انا بحبك قوي. يا ميحا انت فين يا ميحا؟ يا ميحا تعالى زورني النهارده. يا ميحا انا مش عارف انت وحشني جدا فتعالى نقعد مع بعض سوا. يا ميحا تعالى نتقابل النهارده. يا ميحا تعالى انا جايبه لك هديه. يا ميحا النهارده عيد الحب. يا ميحا النهارده انا نازله اجيب حاجه فعايز اعدي عليك اديك هديه. يا ميحا انا زهقت يا اخي زهقت. 24 ساعه في ال 24 ساعه بتكلمني وكمان لا ده مش كده تقول لي انا هوفر عليك واشحن لك انا الرصيد. انا هوفر عليك وانا اللي هكلمك. انا هوفر عليك وانا اللي هعمل كل حاجه. انا تعبت يا سيحه تعبت بجد. مشغول قوي 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 قوي. وكل ما اروح في حته بقى تقوم مغميه عينيا وتفضل هي تمشيني هي اعتقادا منها يعني ان انا طبعا عشان حلوه وامور كده واد زي العمر كده ويتاخد خطف كده
فكل شويه تقول لي انا عايز اخبيك عن الناس كلها، عايز اخبيك في قلبي، عايز اخبيك في قلبي، عايز مش عارف اخبيك فين، عايز احطك في متحف، عايز ابروزك. انا مش عارف، انا حاسس ان انا معمول عليا حصار، انا تعبت. الارتباط ده خنيق، ما تجربوش يا ابني. وطبعا انت مش هتعرف تجربه لان انت مش شبه اساسا. فمفيش واحده هتبص لك. صاحبك الكتكوتة، بس احنا قعدتنا دي يا رجاله كلها ما تتعوضش بامانه. يعني احنا قاعدين قاعده لو بص بقت احتياج مش رفاهيه. كلنا مبسوطين، كلنا فرحانين، كلنا يعني بص الدنيا حلوه قوي. انا بجد مبسوط ان في حياتي صحاب زيكم كده يا اخواتي. يا اخويا، تصدق ان احنا قعدتنا دي كلها ما تتعوضش؟ انا معاك يا اخويا يا سيحه. وبعدين يا رجاله، لما نيجي نقعد قعده رجاله كده ما حدش يقعد يتحجج لي بكتكوتو ومش عارف وبطوطو وفي ايه الكلام الناعم ده، احنا ما بنحبوش. احنا رجاله قوي ونحب نكون رجاله. استنى محدش يطلع صوت، محدش يتكلم خالص خالص خالص، في مكالمه مهمه قوي معايا. الو، ايه يا كتكوتي؟ ايه حياتي؟ انا بجيب حاجه من تحت وبروح على طول. حاضر خلاص من غير ما تزعقي، انا مروح على طول. خلاص حاضر، مش هنزل بالليل تاني متاخر. حاضر يا حبيبتي، ماشي. هتقفلي انت ولا اقفل انا؟ اغور؟ حاضر ماشي يا حبيبتي، ماشي. سلام. عن اذنكم بقى يا اخوات، انا مروح، يلا سلام. ايوه يا سندريلا يا ابو الرجوله، تخشب في صوتك علينا احنا ومعانا صوتك ناعم قد كده. ما هي دي الرجوله برضه. ماشي، روح بس اقعد نعاكس في الطريق، في شويه شباب على الناصيه ممكن يعكسوك، ها خد بالك من نفسك يا كتكوتها. الراجل ايه سندريلا. هي الساعه كام دلوقتي يا اخواتي؟ الساعه الجيلة 11:30. يعني برضه لسه بدري، ده معانا وقت لواحدة 2 3. هنسهر براحتنا بقى النهارده واحنا بنتقابل كل يوم؟ لا طبعا. الساعة كام؟ 11:30؟ يا نهار ابيض، انا المفروض امشي دلوقتي حالا. لا محتاج امشي. سلام يا اخواتي. يا سندريلا، هي ماما وبابي محرجين عليكي ما تروحيش متأخر ولا ايه؟ بيخافوا عليكي من الشباب؟ بيخافوا عليكي من الشباب يا كتكوتة؟ اجري بسرعة، اجري ماما وبابي زمانهم قلقانين عليكي قوي، اجري. في نهاية الحلقة اتمنى انها تكون عجبتكم. النهارده انا حاولت اعرض لكم نماذج الصحاب اللي احنا بنعرفها في حياتنا، وان شاء الله تكون عرضتها لكم بشكل كويس، وانتظرونا فيديوهات جايه تانية كتير. ما تنساش بقى اللايك والشير والمتابعة. سلام.